معروفه عن الستات البي ام اس، يقول لك انا بي ام اس، انا اصلا يعني جوزي مسميها اس ام اس. انت اس ام اس. هي دي الشماعه بقى اللي احنا بنقول عليها. كلنا بقى موقف مع انا يعني هموت اصلا اجي اصور العياده عندك الستات والرجاله وهم داخلين وخارجين. قلنا بقى موقف لذيذ مع عيانه من العيانين اللي جولك عشان تاكد لنا ان الستات مش دراما. بصي، هو انا عندي مواقف كتيره، بس الموقف الوحيد اللي ممكن نحكيه كلمتني عيانه مره الساعه 3 الصبح. قلت شريف انا بيجي لي طلق، هي في اخر الثامن اول التاسع، انا بيجي لي طلق. طب هي الطلق منتظم؟ تقصد يعني منتظم؟ قلت لها يعني منتظم بيجي كل نص ساعه؟ قالت لي بيجي كل نص ساعه. قلت لها طب بيزيد في قوته؟ قالت لي بيزيد في قوته. فقلت لها طب اطلعي المستشفى. فطلعت المستشفى، لقيت المستشفى بتكلمني الساعه 5 قبل ما بقى نزلت وراحت وشافوها. قلت شريف ما عندهاش حاجه خالص، روحي. تاني يوم الساعه 2 الصبح، دكتور شريف الطلق منتظم وبيجي كل 20 دقيقه. ابتدت تجود بقى نص ساعه. انا عارفه الاجابه النموذجيه. فكلمتها انا تاني يوم بقى بعد ما رحت المستشفى وصحوني برضو الساعه 5 كلمتها بقى تاني يوم الصبح. فقلت لها عايز اعرف بس هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه بيحصل الساعه 2 بالليل؟ بصي، قالت لي بص، هو بيبقى قاعد بيلعب بلاي ستيشن مع اصحابه، يا نهار ابيض، وانا مش عارفه اجيبه ازاي. فباخده واطلع بيه المستشفى. طب ممكن لو انت كنت مفهماني كده تكلميني ليه 3 الصبح تصحيني وتكلموني معايا. انا هظبط لك الموقف كله على فكره. وهقول لهم هسجلكوا الساعه كذا، ولما تشوفوها ده ممكن عادوا ل7 الصبح لو عايزه، بس تفهميني. انا ممكن امرمطهولك. فده بقى بس سيبيني انام. هل في الرجاله عندهم حاجه اسمها اي ام اس فعلا؟ دي اللي هو الفول مون؟ لا ده بنسمعها دي ساعات. الاي ام اس ده ايه؟ والله انا هو مش تخصصي خالص، وهنعوز نجيب معانا دكتور ذكوره. لكن اعتقد ان الرجاله دفنت فيه هرمون، برضه هرمون السايكل بيختلف، لكن مش زي الستات. وهيبقى صعب الراجل يقول اصل معلش انا متنرفز عشان هرموناتي مش مظبطه. وعامه هو مش بيقول، بس هو المود سوينجز دي بتختلف برضه اللي بيحصل حواليه. يعني لو جو البيت هادي ومفيش مشاكل مش هيبقى فيه مود سوينجز زي الست برضه. مفيش هرمونات. طب انا